وبدأنا نعمل كعك العيد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده هنعمل كعك العيد عشان انا بعمل كمية وكده، فنسمي الله ونصلي على الحبيب، وهقول لكم على المقادير وكل تفاصيل الكعك عشان يطلع معاكي ناجح وحلو. اول حاجة كده انا بحب ارص الكعك كده في حلة كده ألمونيوم، وبقفل عليها بالغطا بيدنوا بقى من اول واحدة لاخر واحدة دايب كده وحلو وما بينشفش معاكي. عندك علبة بلاستيك من اللي هي الكبيرة دي برضو رص فيها. تمام كده. اول حاجة كده معايا هنا اللي في الحلة دول كيلو 650 جرام من السمنة البلدي اللي هي البيضة دي سمنة بلدي. حطيت عليهم كمان كيلو من الزبدة، يبقى دول 2 كيلو 650 جرام من السمنة. تمام. يبقى حاطة سمنة بلدي على زبدة. بحب اعمل الميكس ده مع بعض بيبقى حلو جدا. كمان هجيب الحليب، هحط كوبايتين ونص لبن وكوبايتين ونص من المية. بحب احط لبن على مية كده. انا متعودة على المقادير دي بقالي سنين، ومعتمدة المقادير دي بقالي سنين، وبتبقى الكعك بتاعي ما شاء الله بيطلع حلو. كوبايتين ونص مية، كوبايتين ونص من الحليب، حطيت عليهم 15 معلقة من السكر. تمام كده. وبعد ما سيحت كده السمنة، انا مش بقدحها، لا بخليها تسيح بس تسخن، بس مجرد ما تسيح بطفي النار عليها على طول. حطيت السمنة على ايه بقى؟ على 5 كيلو من الدقيق. جبت 5 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم قد ايه بقى؟ 2 كيلو 650 جرام من السمنة بلدي على زبدة. ببدأ اهم حاجة عشان الكعك بتاعك يطلع مظبوط معاكي وناجح، لازم تبسيه. وكل ما طوالي مدة البس بتاعة الدقيق مع السمنة، الكعك بيطلع مظبوط معاكي. فانا قعدت كده حوالي تلت ساعة كده ابس فيه لحد ما لقيت العجينة نعمت معانا وبقت دايبة معانا. جبت بقى هنا الحليب اللي على مية اللي انا عملته معاكم، كوبايتين ونص مية على كوبايتين ونص من الحليب. كيلو الدقيق بياخد ايه بقى؟ بياخد كوباية مية او حليب، هي كوباية واحدة، يا مية يا حليب. تمام. فانا حطيت 5 كوبايات مية على الحليب، وبعدين حطيت 15 معلقة سكر، وهحط 4 اكياس من الخميرة، 4 اكياس خميرة على ال5 كيلو. هدوب الخميرة مع السكر مع اللبن بالطريقة دي. وبعد كده بروح جاي حاطه بقى ايه على العجين اللي انا بسيته بالسمنه. ما بتعجنيش، بتقلبي زي ما انت شايفاني كده. ببدا اقلب كده اول ما كل الميه ديت او الحليب ده يختفي ومبقاش ليه اثر خالص، بتوقفي عجن. الكعك يا جماعه ما بتعجنش كتير، مجرد ما اللبن او الميه يختفي بتوقفي عجن. تمام. شايفين ما شاء الله اللهم بارك العجينه مظبوطه معانا. نبدا بقى نعملها ونشكلها كده بالشكل ده. شايفين؟ ايه رأيكم؟ تحفة جدا. هنبدأ نعمل بقى تحشيب العجوة، تحشيب الملبن، تعمليه سادة براحتك خالص زي ما انت بتحبي اعمليه. شايفين؟ حلوة جدا. احسن حاجة ان انت تعملي الكعك في البيت بيبقى فرحة كده، وولادك بيبقوا ملمومين حواليك وبتعملي معاهم. بتبقى عادة كده حلوة قوي، عادة مصرية حلوة في كل بيت مصري. نبدأ نسوي الكعك بتاعنا كده في الفرن. شغلت الفرن بتاعي، ببدأ اسوي الكعك فيه زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الصاجات على نار هادية خالص، بتهدي النار خالص على درجة 170 درجة، وبتبدأ تسويه بالراحة، متستعجلش عليه. تمام. بالشكل ده. لو هتسويه في الفرن اللي هو الصاج، بتهدي النار خالص من تحت، والشوايات اللي في الجنب برضو بتهديها زي ما انتوا شايفين كده، وبتسيب الكعك يستوي حلو بالراحة كده. مش عايز نار عالية، عايز نار هادية. شايفين؟ ادي الكعكة بتاعتي مستوية وزي العسل. وبألف هنا. امشي على المقادير ديت وامشي على الخطوات اللي بقولك عليها، هيطلع الكعك معاكي مظبوط وحلو جدا. ودي اول حاجة عملناها في حاجات العيد. انتظروني بقى في الفيديو، هعمل معاكم بإذن الله البسكوت، وهنعمله برضو مع بعض، وهنشوف برضو مقادير البسكوت المظبوط، بسكوت النشادر. ايه رأيكم؟ تحفة جدا. انتظر بقى تعليقاتكم وكلمة حلوة، وانتظر بقى ايه لايك عشان تشجعوني كده على الفيديو وعلى التعب الواحد بيتعبه. كل سنة وانتم طيبين. ببدأ ارص كده الكعك بتاعي في الحلة. انا بحب من زمان كده، ده عادة عندنا، بنحب نجيب حلة كده ونرص فيه الكعك، او علبة بلاستيك، عشان تدنه كده طري وحلو. وبألف هنا. كل سنة وانتم طيبين.